ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اكيد سمعت كتير قبل كده حد بيقولك لازم يكون عندك روتين، لازم يكون عندك روتين. يعني ايه روتين؟ يعني حاجة او عادة بمعنى اصح انت بتكررها كل يوم. لازم تبقى عارف ان اول ساعة في اليوم مهمة جدا، بتفرق معاك في يومك لو استغلتها صح. بداية يومك لازم تبتديه صح وتعرف تنجز الحاجات اللي عليك. انت ممكن تبتدي يومك بمنتهى الهدوء، تصحى تقعد تشرب فنجان قهوة، تفطر، وقبليها مثلا تتمطع، تشد جسمك كده أول ما تصحى من النوم، تعمل تمارينات يوجا. ممكن تسمع موسيقى هادية. مش لازم تجري وتنهج، لأن أنا ما بفضلش الموضوع ده الصراحة. لأ، أنا أفضل تبدأ يومك بداية هادية، تعمل تأمل، تصلي، لأن لازم تستغل أول ساعة في اليوم استغلال كويس. أنا شخصيا بستغل أول ساعة في اليوم وبكون هادي، وبصحى وبفطر وبشرب فنجان القهوة وبعمل تمارين يوجا. ما بسمحش لحد يبوظ مزاجي في أول ساعة في اليوم، لأنها بجد بتفرق معايا، والموضوع ده هيفرق معاك لو جربته. لو انت بقى صحيت وقعدت بقى تتفرج على التلفزيون وتعمل حاجات ملهاش لازمة وتشوف فيديوهات على التيك توك وتقعد تتصفح كده الفيسبوك وخلاص، انت كده مش بتستغل اول ساعة في اليوم صح، ولا حتى هتستغل يومك صح. طول ما انت بتقضي يومك وبتبتدي يومك بحاجات مفيدة تطور منك ومن عقلك ومن حياتك، ده هيخليك سعيد وراضي كده من جواك، سعيد سعادة حقيقية. اما لو انت بتقضي بداية يومك ويومك كله في حاجات مش بتطور منك ولا من عقلك ولا من حياتك، مش هتحس بالرضا والسعادة من جواك. بعد ما تكون صحيت وعملت تمارين اليوجا او تمارين التأمل وشربت القهوة وفطرت وخلاص، لازم بقى تبدأ تنزل تقابل اصحابك، تنزل تدور مثلا على شغل او تروح شغلك. لو انت مثلا عايز تفضل في دايرة الراحة بتاعتك على طول ومش عايز اي حد يقلقك وطافي موبايلك، اصحابك هيتضايقوا منك لان انت مش بتكلمهم، ولا هتجيلك اي فرصة شغل وانت قاعد مكانك. اول ما تستغل يومك وتبدأ تخرج بره دايرة الراحة بتاعتك، ساعتها هتبدأ الفرص تتفتح قدامك واحدة واحدة. ايه الحاجات اللي بتأثر على الروتين بتاع اليوم اللي ما ينفعش تعملها؟ هقولك على 5 حاجات. اول حاجة انك ما تخططش ليومك، تبقى كده عامل زي الريشة في مهب الريح. هتبقى نازل مش عارف هتروح شغلك ولا هتروح تقابل صحابك ولا هتروح تقعد على كافيه ولا هتروح تعمل ايه. لازم تكتب انت هتعمل ايه في يومك، او على الاقل لو هتعمل في يومك حاجات قليلة تبقى عارفها في دماغك وخلاص. تاني حاجة بتأثر على الروتين بتاع اليوم هو انك انت تمسك الموبايل اول ما تقوم من النوم. انا شخصيا مش بحب العادة دي ابدا. يعني هتلاقي نفسك عمال دايس بقى، عمال تشوف حاجات على الانستجرام والتيك توك بشكل عشوائي، وهتلاقي نفسك ساعة ولا ساعتين عقبال ما تقوم من على السرير. فالموضوع ده مش حلو خالص. تالت حاجة انك تدوس الغفوة اللي موجودة في المنبه. ممكن تنام ساعة ولا ساعتين ولا اكتر، وممكن يكون عندك حاجة ضرورية لازم تعملها وتتأخر عليها زي انك تروح شغلك. رابع حاجة انك تقوم تاخد دش دافي. الدش الدافي هيهدي اعصابك تماما ويخليك ترجع عايز تنام تاني، مش هيخليك فايق كده وعايز تنجز في يومك وتنتج. خامس حاجة بتأثر على روتينك اليومي، تقوم من النوم وتروح الشغل على طول. الروتين اليومي بيشحن عقلك بطاقة وبيشحن جسمك بطاقة قبل ما تروح الشغل علشان تعرف تنتج وتنجز في يومك. وكل الناس الناجحة لو بصيت هتلاقي ان هم عندهم روتين في بداية يومهم وبيصحوا في ميعاد نوم معين، والروتين ده هيساعدك انك تنظم وقتك وتكون انسان ناجح، وبيشيل من عليك اي ضغط نفسي، وبيخليك منتج اكتر واكتر وقادر تنجز في يومك اكتر واكتر. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.